5 حاجات كان نفسي اعرفها اول سنه نزلت فيها الجيم. وعشان تبقى عارف الفيديو ده هيمشي ازاي، انا هبدا برقم 5، دي هتبقى اقل حاجه. وبعدين رقم 1 دي هتبقى اهم حاجه كان نفسي اعرفها في اول سنه جيم ليا. ودلوقتي انا داخل الجيم، النهارده يوم كتف ودراع، فهحط التمرينه وفوقيها الفويس اوفر. يلا. واهلا بيكم في فيديو النهارده. تمرينة النهارده كتف ودراع، احنا دخلنا الجيم، بس التمرينه دي حاجه سنويه. انا النهارده هتكلم على اهم 5 حاجات انا اكتشفتها او عرفتها في الجيم، وده للناس المبتدئة. ورقم 2 و1 هيبقى للناس القديمة، ودول هيبقوا اهم حاجتين انا عرفتهم. ورقم 5 الاقل اهمية، فهو هيبدأ من الاقل لحد الاكثر اهمية. مهم، رقم 5 ودي اول حاجة انا عايز اتكلم عليها النهاردة، وهي السبلمنتس. اول ما نزلت جيم كان السبلمنتس طبعا يعني اكتر حاجه في عالم الجيم عامه ليها بقى اللي هو تعالوا نقول عليه الهايب، او الاعلان، او الدعايه، او كل الكلام ده. ودايما هي الحاجه اللي تحسها روشه، الحاجه الفظيعه اللي هو اصل انا ما باخدش سبلمنتس، ما باخدش مكملات، اصل ده بيعمل مش عارف ايه كده يعني. واول ما نزلت كان هو ده الوضع، ولحد دلوقتي هو ده الوضع، علشان بمنتهى الامانه يعني هي دي من اكتر الحاجات في عالم الجيم اللي فيها فلوس، المكملات والسبلمنت، سواء بقى بروتين بار، اي حاجه بقى، بري ورك اوت، فات بيرنر، مش عارف ايه، كل الحاجات دي يعني هي اللي فيها الفلوس في المجال ده، يعني من الحاجات الكبيره اللي فيها فلوس. فعشان كده دايما بيبقى فيه دعايه ونوع من انواع كده اللي هو الجاذبيه والاتراكشن في الموضوع. انما الحقيقه ان السبلمنتس فعلا مسؤوله عن تقريبا 5% بس من فورمتك. يعني انا اعتقد ان هو 5%، لا اكتر ولا يعني ممكن اقل، اكتر ما اعتقدش. وفعلا بقى عن تجربه، عشان انا الحمد لله ضيعت فلوس كتير قوي في السبلمنتس. احب اقول لكم ان السبلمنتس بالترتيب، يعني اهم حاجه هي الكرياتين، ودي الحاجه اللي انا باخدها دلوقتي بس. رقم 2 وهو البري ورك اوت، عشان دي حاجة اللي بتجيب نتيجة، يعني هتاخده هتحس بطاقة تتمرن. طبعا انت ممكن تشرب قهوة وكل الكلام ده، بس قصدي يعني ده السبلمنت بجد اللي بيشتغل. فكرياتين، بري ورك اوت، واخر حاجة الواي بروتين او البروتين عامة يعني. وده برضو انا ما بحبس او ما بشجعش انك تاخده طول السنة. بحس ان هو بيبقى ليه فتراته اللي هو في الدايت، ولما الدايت كمان يبدأ يبقى شديد. يعني دايما برجح ان انت تبقى شخص عارف ازاي تجيب البروتين بتاعك من الاكل على قد ما تقدر. في بقى مسافر، اتزنقت في يوم، كنت مشغول، دايت عنيف قوي، ساعتها الواي ممكن يبقى ايه، مكمل، بيكمل الليلة يعني. فدي رقم 5. وسريعة كده بس اقول حاجة على التمرينة. طبعا دي تعتبر اول مجموعة انا لعبتها، كل اللي فات كان تسخين. التمرينة دي كلها لعبتها من مجموعتين لتلاتة. بس هتلاقوا دايما العدات اعلى شوية، عشان انا من ساعة العملية وكده انا المفروض ما اشيلش تقيل قوي يعني. فبقيت بلعب كبادي بيلدر اكتر، فتلاقوا اغلب رينج عداتي اصبح من رينج اللي هو ال7 لحد ال15. وبحاول ان انا اوصل للفيلير في الحتة دي في اغلب مجاميعي، عشان بلعب مجموعتين وتلاتة، ما بكترش قوي يعني. دي بس نبذة سريعة على التمرينة وبس كده. المهم، نكمل بقى التوبيك او الموضوع بتاع الفيديو النهاردة، واللي هو رقم 4. واللي هو ان اللعبة دي بمناسبة الاولمبيات يعني، اللعبة دي ماراثون ومش سبرنت. يعني عشان بس نبقى متفقين ان انت اول ما بتنزل، او انا شخصيا اول ما نزلت، كان هدفي بقى وهمي في الحياة اللي هو انا هطلع 6 باكس دلوقتي، انا مش عارف هكبر الباي بكرة، وبعده هكبر الشيست، خلاص كده يا معلم انا بقيت فورمة في 4 ايام. فكان دايما بدور على فيديوهات اللي هو كيف تصبح فورمة في 6 دقايق، ازاي تطلع 6 باكس في 10 دقايق. كنت بعمل الحاجات دي فعلا، عشان كنت مقتنع ان انا لما اجيب فيديو 10 دقايق او 5 دقايق على يوتيوب واعمل التمارين دي الصبح قبل ما انزل، هيطلع لي 6 باكس. دي كان حاجة قمة في الجهل مني بمنتهى الامانة. الموضوع آه، بياخد وقت، دي حاجة انا عارف الناس الصغيرة او الناس اللي بتبدأ ما بتحبش تسمعها، بس هو بياخد وقت. وصدقني صدقني صدقني، مش يعني الموضوع هتحس ان هو مكافئ، يعني ليه مكافأة اكتر مما انت متخيل، بس هو فعلا بياخد وقت. خصوصا لما تبتدي تقدم في اللعبة دي، هتحس كل حاجة بتاخد وقت ومجهود اكتر، عشان خلاص بقى انت بقيت شخص ادفانسد في اللعبة دي، متقدم. انما في البدايات لا، هتشوف نتيجة بسرعة، خصوصا اول 3 4 شهور ليك في الجيم، انت بتحس انك ضربت سترويدز، فاهم؟ اللي هو احنا بلغنا من الاول تاني، كل حاجة فيك بتكبر بسرعة جدا. فده رقم 4.
رقم ثلاثة، وهو دي حاجة بالنسبة لي برضو كان نفسي اعرفها من الاول خالص، واللي هو ان اكتر حاجة ممكن تبوظك في اللعبة دي هي الاصابات. ودي حاجة يعني ما حدش بيتكلم عليها كتير قوي في البدايات. يعني دايما في المجال وسط الناس اللي هي المحترفة مثلا بيراعوا الموضوع ده جدا، وهتلاقي ان اغلب الناس اللي محترفة اللي كان ليها تاريخ كويس، بعد ما اعتزلت لسه محافظة على نفسها، زي مثلا جاي كاتلر. هتلاقي ان الناس دي ما كانتش عندها اصابات عميقة او كبيرة قوي في حياتها وهي بتتمرن. هتلاقي مثلا جاي كاتلر كان مستر اولمبيا تقريبا 4 مرات. عندنا فيل هيث كان مستر اولمبيا 7 مرات. فيل هيث تقريبا مثلا جاله اللي هو حوار اللي هي اسمها ايه، زي اللي هو الهرنيا دي في المعدة، كان عنده حاجة كده خارجة من بطنه. دي تقريبا كانت الإصابة الكبيرة اللي جات له، إنما عمره ما جاله مزق، أو يعني عمرنا ما سمعنا إن هو حصل له حاجة كبيرة قوي يعني اللي هو اتأثر عليه. عشان كده الناس دي حتى بعد ما اعتزلت، سواء مثلا جاي كاتلر او فيل هيث، الناس دي تعتبر لسه بصحة كويسة وكده. عكس مثلا حد زي روني كولمان. روني كولمان يعني طبعا أسطورة، يعني من أساطير اللعبة، أفنى حياته لهذه اللعبة. بس هو دلوقتي يعني تعال نقول إن هو محافظش على صحته، عمل كذا عملية في ركبه، في كوعه، مفاصله، ما بيمشيش دلوقتي، قاعد اغلب وقت على ويل شير او عكازات. فاللي هو انك يعني تخلي بالك من الاصابات وتحافظ على نفسك، وتبقى انسان عنده نوع من انواع اللي هو روتين، من حيث ان انا بدخل الجيم بسخن، في نفس الوقت بعد ما اخلص عندي مثلا استرتشات، وانا بتمرن محاول ان انا ما اسخنش قوي فاعور نفسي واتغابى في الاوزان، او التكنيك يبوظ، او الفورم بتاعي فابقى عرضه اكتر للاصابات. علشان دي اكتر حاجه هتقعدك في البيت، واكتر حاجه هتمنعك من انك تبقى على طول عندك زي بروجرس او تقدم. يعني هي دي الحاجه اللي هتبقى على طول ماسكاك، وفي نفس الوقت تبقى من اكتر الحاجات اللي هي بتخليك تحبط، تحس باحباط بقى، اللي هو انا مش عارف اعمل كده، فبالتالي بترجع الجيم متبقاش في احسن مود. اللي انت حاجات انت عديت بيها بقى وخلاص تعتبر عديت هذه المراحل في الجيم، لا انت بترجع ورا بقى، فهتضطر تعدي على نفس المراحل دي تاني. فتحس برضو اللي هو ايه ده، يعني الموضوع مش احلى حاجة يعني. فانا كان نفسي من الاول حد يقول لي خلي بالك من موضوع الاصابات. طبعا وانت صغير، خصوصا الشباب اللي هم لسه 18 وعشرينات، بالنسبة لهم اللي انا بقوله ده كلام ملوش اي معنى. يعني ربنا يحفظكم، بس خلي بالكم يا جدعان من الحاجات دي، عشان فعلا الاصابات هي عدوك الاكبر في هذه الرياضة. ورقم اتنين بقى، رقم اتنين، وده بالنسبة لي من الحاجات اللي كان نفسي اعرفها بجد، ودي نصيحة للناس المبتدئة او الناس اللي هي طبعا تعتبر ادفانسد او ناس قديمة قوي في الرياضة دي. وهو فكرة ما تخافش، محدش هيضحك عليك. محدش هيضحك عليك لو انت نازل الجيم اول يوم. محدش هيضحك عليك لو انت حاسس انك مثلا تخين او شكلك مضايقك ومش عارف انت بتعمل ايه في الجيم. محدش هيضحك عليك لو انت لسه رفيع او صغير او مش فاهم او مش عارف تشيل البار. يعني محدش هيضحك عليك. انا فاكر ان انا اول ما نزلت الجيم خالص كنت بعاني ان انا اشيل بار البنش فاضي، ويوم ما حبيت اتقل حطيت فيه محابس. انا كده زودت وزن عشان ما كنتش، الجيم ما كانش فيه الصراحة غير 5 كيلو، وكانت البلاطة ال5 كيلو دي تقيلة عليا قوي. فلما حبيت ازود حطيت محبس اللي هو اللي بيمسك الوزن في الاخر ده، حطيت واحد يمين وواحد شمال، انا كده زودت وزن. والصراحة انا الى يومنا هذا اهو بتمرن مثلا، او اول مرة نزلت جيم مثلا من 13 14 سنة كنت في المدرسة. يعني انا تقريبا فاكر الاشخاص اللي كانت في الفترة دي اللي بتيجي تساعدني، اللي بتيجي تقول لي طب ما تيجي تعمل كذا، طب مش عارف ايه، ايه ده بجد والله، طب شاطر، طب ما تيجي. يعني كانت ناس دايما بتقول كلام ايجابي. يعني لو انت مبتدئ او لو انت بنت حتى، ما تخافش، محدش هيضحك عليك لكذا سبب. واحد، اغلب الناس اللي نازله الجيم ممكن يبقى عندهم نفس الموضوع ده هم في دماغهم، وممكن يبقوا قلقانين شويه الناس هيقولوا عليا ايه او بتاع وكده، فكل واحد مسحول في دماغه. اتنين، ممكن لو حد مثلا انت حاسس ان هو عامل زي الضرفة كده وكبير قوي وبيخوف، فالناس دي اغلبها صدق او ما تصدقش بتبقى ناس فعلا كويسة وطيبة. يعني ممكن يكون هو زمان كان مكانك وعدى المرحلة دي، فهو حاسس بيك، فهو عمره ما هيتريق عليك، بالعكس ده هو هتلاقيه بيساعدك ومبسوط وكده. فدي حاجة.
ولو لقيت بقى حد يعني طبعا البشر مش مثالية، يعني الجيم ده مش الجنة، بس قصدي يعني طبعا ممكن تقابل حد بيكشر او يعني خنيق او سخيف او ده امه، يعني عادي اشتمه على طول، قول له فهد بيقول لك امك، ويعني عدي المرحلة دي وخلاص ننساه بقى، يعني عشان الناس دي بتبقى مش كويسة. واخر حاجه بقى، لو انت بقى من الناس اللي هم انت عارف ان انت في الجيم مثلا شكلك انسان كبير، بتشيل اوزان كتيره، شكلك شويه ممكن يبقى يعني تعال نقول مثلا intimidating او عنيف، خصوصا مثلا للناس اللي هم لسه بيبداوا مش عارف ايه بتاع. مش هيحصل حاجه لو انت عادي حد بصلك او حاجه ابتسمت، حد حسيته مثلا محتاج مساعده تساعده، عادي، ان احنا برضو في الاخر كلنا يعني ايه، جايين نحسن من نفسنا، وكل واحد يعني بيحب ينزل الجيم يفصل بتاع. فما تخافش، ما حدش هيضحك عليك، انزل الجيم وهتلاقي الدنيا كويسة، وهتلاقي ناس كتير تبقى مبسوط انك اتعرفت عليهم ودخلوا حياتك. نتكلم بقى شوية على التمرين قبل ما اقول رقم واحد، ودي اهم حاجة انا كان نفسي اعرفها، واهم حاجة في الجيم انا اكتشفتها ليومنا هذا. التمرين زي ما انتم شايفين انا بدأت بالكتف، وبعدين بعد الكتف لعبت تراي، وبعد ما خلصت التراي لعبت كتف خلفي. عشان بس نركز في الحته دي، ان ترتيب التمرين دي في فكره برضه. فكتف خلفي، بعد الكتف الخلفي خلصت بالباي في الاخر خالص. ده كان ترتيب التمرين. ولعبت كل حاجه يا شكل يا شكلين، ما كترتش، ومن مجموعتين لتلاتة بس. كانت كل عدة يعني زي ما انتوا شايفين انا بحاول اتحكم واكنترول الوزن تاني، وبوصل للفيلير تقريبا في كل مجموعة. يعني ممكن لو لعبت 3 مجاميع مش لازم أول مجموعة أو مجموعتين أوصل للفيلير، بس دايما آخر مجموعة، أو لو هما مجموعتين في المجموعتين بحاول إن أنا أوصل للفيلير. بس ده يعني التريكات والتبات اللي أنا هقولها في تمرينة النهاردة. اه واخر حاجة، ان انا لعبت التراي قبل الكتف الخلفي. نركز بس في الحتة دي، ان انا خدت بالي ان ساعات كتير قوي وانت بتلعب كتف خلفي بتدخل التراي في الحركة، يعني غصب عنك شويه بتحس ان انت دخلت التراي في الحركه. فبقيت العب التراي قبلها، لو هلعب كتف ودراع يعني هلعب التراي قبل الكتف الخلفي، علشان تبقى التراي بس خلصانه، فلما اجي العب الكتف الخلفي ما تدخلش قوي، يعني ما تبقاش هي داخله قوي في الحركه، فيبقى الاعتماد اكتر على الكتف الخلفي. احنا خلاص رجعنا من الجيم وخدنا شاور والاكل على النار. انا الصراحه جعان جدا عشان طولت في التمرين. فدلوقتي هقول لكم اول حاجه واكتر حاجه كان نفسي اعرفها اول ما نزلت الجيم، وهي الاستمراريه. ان اهم حاجه في الجيم، اهم حاجه في اللعبه دي كلها الاستمراريه. ما يفرقش بقى انت بتعمل كيتو ولا بتعمل دايت عامل ازاي، ما يفرقش ان انت بتتمرن بوش بول ولا بتتمرن كل يوم عضله، كل الكلام ده ما يفرقش. لا يفرق معاك فعلا الاستمراريه. والدليل على كده انك هتلاقي ناس كتير، سواء بقى ناس طبيعية أو ناس محترفة أو هتلاقي المدارس كتير، كل واحد عنده دماغه، كل واحد عنده طريقة تفكيره، كل واحد مقتنع ان احسن دايت هو التصميم المتقطع، هو الكيتو، هو اللي مش عارف ايه. كل حد مقتنع بده، وكل حد بيشوف نتيجة من الناس اللي هي في المستوى العالي جدا. الحاجة الوحيدة بس اللي هي فعلا كلهم هتلاقيهم بيعملوها، الناس دي عندها استمرارية. اللي بيتمرن 10 سنين وبقاله 10 سنين في الجيم وكده، غالبا شكله هيبقى احسن بكتير، حتى لو ما بيعملش كل حاجة صح، من حد بيتمرن سنة وبيعمل كل حاجة صح، او حد كل 3 شهور بيلتزم وبعدين يقطع وبعدين يخسر كل حاجة فيعيد من الاول. فهي دي الفكرة، ان انت لو عندك الاستمرارية مش هتفرق، كل حاجة تانية مش هتفرق فعلا، ولا بقى سبلمنتس ولا بتاع ولا اي حاجة. وانا برضو مش جاي ابيع لك فكرة الاستمرارية، ان انا مقتنع ان انت خلاص اشتريت، انا مفيش حاجة ابيعها لك. انا بس اللي هقوله لك، ودي الحاجة اللي انا بحس ان ممكن تبقى صعبة شوية، ان انت ازاي يبقى عندك الاستمرارية، يعني ازاي افضل مثلا مستمر على حاجة معينة وبتاع ومش عارف ايه. والله بص، يعني هو الموضوع الصراحة انا عمري ما فكرت فيه، يعني عمري ما فكرت مثلا ان انا عشان ابقى انسان عنده استمرارية انا مضطر اعمل ايه. بس هو الموضوع ما بيبقاش كده، هو الموضوع بيبقى ان انت بيبقى عندك التزام لمدة شهر، شهر واحد بس انت ملتزم وبتقرص على نفسك في اي حاجة بقى، في التمرين في الدايت بتاع، لحد ما واحدة واحدة تبتدي تحس ان الموضوع خلاص بقى عادة، انت اتعودت. انا متعود خلاص بقى، عندي يعني متعود ان انا مثلا هنزل الجيم، خلاص الموضوع مبقاش فيه حاجة ايه مضطر ان انا ادوس على نفسي، بس خلاص انا متعود. وهتفضل مكمل في فترة التعود دي فترة طويلة، لحد ما تدخل في مرحلة ان انت يبتدي يبقى عندك نوع من انواع الهوس، علشان انت بتقول
انا عايز اخس 10 كيلو خسيتهم، فالموضوع يبتدي يعجبك. او هتيجي تقول انا محتاج ازيد عضلات، انا شكلي رفيع قوي، شكلي مش عاجبني، وتعمل كده وتلاقي الناس كلها بتعلق عليك، ايه ده انت شكلك بقى حلو، انت اتغيرت او حتى بينك وبين نفسك تقول انا الوزن ده انا عايز اكسر الوزن ده علشان انا بحب اشيل تقيل، وتلاقي نفسك كسرت الوزن. واحده واحده تلاقي بقى عندك نوع من انواع الهوس، بغض النظر ده صح ولا غلط، بقى عندك هوس، والهوس ده هو اللي هيخليه يبقى عندك الاستمراريه. وطبعا البنزين او الحاجه اللي هي بتخليك مستمر بالهوس ده هو ان انت عندك نوع من انواع الالتزام، بس انت مش حاسس بيه، انت من جواك انت حابب الموضوع، فانت مش حاسس ان في حاجه انت بتعملها مختلفه او حاجه غلط، او اللي هو انت خارج وسط الناس يا ابني مش هتاكل معانا، لا. ايه ده انت ملتزم قوي، انت مش فاهم ليه ملتزم قوي. انا معرفش، مش عايز اكل، انا يعني مبسوط بالاكل اللي انا مثلا باكله، او مبسوط بالنتيجه اللي انا بشوفها. خلاص مخك هيبتدي مش مستوعب او مش فاهم، وانت تبقى مرتاح كده لحد ما توصل لمرحله بقى ان انت يوم الاوف بالنسبه لك هو اصعب يوم. انا مش عارف اخد اوف، انا ايه يا جدعان ده، وانا ليه مريح، انا عايز انزل اتمرن، انا الجيم وحشني، انا لا. فده يبتدي يدخل بقى ان انت من جواك كده، يعني انت من هنا انت عايز الجيم. فدي حته بتبقى يعني حلوه، علشان انت حياتك بقت اسهل في حاجات كتير قوي قوي قوي. ممكن يكون ليها اعراض جانبيه خفيفه شويه، بس يعني انا شايف انه مش مهم عادي. يعني هو الموضوع ممكن يكون اكبر من مجرد ان انا ابقى فورمه او شكلي حلو. الموضوع بيبقى ليه ابعاد تانية، ان انا بحس ان انا بنزل الجيم انا مبسوط، انا بعمل حاجه، انا صحتي كويسه، انا لما بقول ان انا هعمل حاجه هعملها. الموضوع يبتدي يترجم معاك في حتت تانية. فهو الموضوع ليه حاجات كتير قوي. ممكن لو انت عندك يعني اللي هم بيسموها سيلف ستيم ايشوز او مشاكل في الثقه في النفس، لما تبتدي تحس ان انت بينك وبين نفسك انا وعدت نفسي بحاجه وهعملها، اللي هو مثلا انا الشهر ده هعمل كذا في الجيم، تبتدي تبني ثقتك بنفسك، ويبتدي الموضوع يترجم معاك في حتت تانية. فهو موضوع الاستمرارية ده حاجة بتحصل عشان انت بس تبقى ملتزم، تقرص على نفسك، بتبني عادة، وواحدة واحدة بتيجي لك هوس بالموضوع، هتلاقي نفسك بعد كده مش عارف تبطل. بس يعني ده كل اللي انا اقدر اقوله. والموضوع ده على فكرة للناس كلها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مثلا النهارده وانا في الجيم قابلت شخص في الجيم وقعد يحكي لي قصة، يعني شخص بشوفه بسلم عليه، ما كنتش اعرفه قوي يعني على المستوى الشخصي، المهم وانا بصور وقفنا نتكلم شوية، هو الراجل حكالي قصة، أكتر قصة أنا شفتها محفزة في الحياة. فهو كان بيقول لي يعني إن هو جاله زي مرض أو حاجة كده في المفاصل، والموضوع كان كبير شوية. يعني أنا طبعا يعني أجهل الصراحة، هو شرح لي بس أنا جاهل شوية في الحتة دي. المهم ان هو عايش باوجاع، وان هو المفروض بياخد ادويه وعلاجات كيماويه، وما بيعرفش يقفل ايده على طول، مثلا ممكن يجيله زي فجاه كده حاجه فيلاقي نفسه مثلا مش عارف يقوم، مش عارف يتحرك، بتبقى زي قرصه كده وبتروح. فالموضوع صعب. بس هو من كتر ما هو بينزل الجيم، من كتر ما هو ملتزم، هو وصل لمرحله ان هو العضل يعني ابتدى يبني عضلات، فابتدت تشيل شويه من على المفاصل، فابتدى يبقى انسان مرتاح، مع انه ما بيعرفش يقفل ايده. بيجي يتمرن كل يوم، والدكاتره منعاه مثلا ان هو ياخد سبلمنتس، منعاه ان هو ياخد ان هو يعمل دايت قوي ويقفل الاكل جدا وما يقطعش انواع الاكل ولازم ياكل كل حاجه. وما ينفعش ينزل بالكميات قوي برضو عشان الدايت. فهو بيضطر يعوض ده بان هو بيعمل مجهود اكبر، وعنده كميه التزام غير. هو مش شفت حد كده. فهو لما تشوفه كمان في الجيم انت مش تاخد بالك ان هو يعني في حاجة، ان هو بيشيل يمكن اتقل مننا. اكتر واحد بتشوفه في الجيم على طول ملتزم، على طول مبتسم، على طول مش عارف ايه. فهو الموضوع بيبقى مش فكرة اصل انا بنزل جيم عشان شكلي يبقى حلو، او اصل انا كده، لا. الموضوع بيبتدي يقلب معاك في حاجات تانية. فانت لما تلاقي انسان زي ده كده وملتزم ورغم كل الصعوبات وبتاع، بتبتدي انت تحس اللي هو طب ده انا على كده بتدلع بقى، يعني ده انا الحمد لله يعني ربنا مديني كل حاجه وبتاع، طب ايه ده انا بتدلع. فانت لما تشوف حاجه كمان زي كده بتبتدي تحس ان بينك وبين نفسك لا انا محتاج طيب ابقى ملتزم اكتر، انا مش عارف ايه، او تحس انك مبسوط له فانت كمان نفسك تتعلم منه مثلا او تبقى زيه. فهو الموضوع برضو بيبقى فيه حته كده اللي هو ايه، ما اعرفش انت عايز تسميها ايه بقى، بس انا ما بعتبرش ان هو بيبقى
انا بسميها هوس. بتوصل لمرحله ان انت لما تشوف حاجه زي كده مثلا او تسمع حاجه زي كده، تحس اللي هو ايه ده حاجه تفرح، دي حاجه تبسط، ايه ده، طب ما انا كمان يعني، يلا كده يعني. بس انا عارف ان انا طولت عليكم، بس الصراحه ما كنتش عايز اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. انا هقوم اكل، انا جعان. لايك شير وسبسكرايب، اشوفكم الفيديو الجاي.